صباح او مساء الورد على حسب وصول الفيديو ليك. اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه زد برنامج تعال نقول لك. في يوم 11/8 سنه 2018 البرنس ريتشارد راسل هبت في دماغه ان هو يخطف طياره. قام بالعبور من باب مخصص للعمال في غفله غريبه من رجال الامن في مطار من اكثر المطارات المؤمنه في العالم، ودخل من باب العمال عادي جدا وركب العربيه اللي بتسحب الطيارات. هنا العمال شكوا فيه مين البرنس اللي بياخد طياره وبيسحب الطياره دي، والطياره دي اصلا مش ميعادها انها تقوم، فبداوا ان هم يبلغوا السلطات. اول ما سمع صوت السلطات وهي بيتكلموا على الراديو بتاع العربيه نزل جري من العربيه وطلع على الطياره وهوب دورها وبدا يمشي بيها. هنا برج المراقبه بدا يكلمه، طب يا عم الحاج انت رايح فين؟ انت لازم تتعامل معايا برضه عشان ما تعملناش بقى كارثه ثانيه، ما تخبطش في طياره ثانيه، ما تعملش اي نيل على دماغك. لكن ريتشارد كان واثق جدا من نفسه، قال لهم لا ما تخافوش، انا بعرف صوت الطياره دي سوقتها كتير في الفيديو جيمز وزي ما اخترت يعني. طب ماشي يا باشا انت اتفضل بقى وربنا يسترها عليا وعليك. وبالفعل طلع بالطياره وطلعوا وراه طياره عسكريه لان هم ملسوعين من 11 سبتمبر، هتقرب من اي منطقه مدنيه هننزلك على الارض. وقعد 72 دقيقه، ساعه و12 دقيقه يلف في الجو في حركات بهلوانيه ويروح يمين ويروح شمال ويلف هنا ويلف هنا زي ما هو باين قدامكم في الفيديو كده. باشا دماغه حلوه عماله رايح جاي يمين وشمال، لكن هو واضح ان هو في الفيديو جيم كان بيتكتب له جيم اوفر قبل ما يهبط بالطياره، وبالفعل ما عرفش يهبط بالطياره ووقع بالطياره بتاعته على جزيره نائيه واتفجرت بيه. واحد ما يعرفش يقول الله يرحمه ابن العبيطه ولا ايه الهبل اللي كان بيعمله ده، بس ده علمنا ان احنا مش اي حاجه نلعبها ننزل نعملها، ما احنا ياما لعبنا جي تي ايه ما ثبتناش الناس في الشارع. وبس كده يا سيدي. وفي اخر حلقه لو الفيديو عجبكم وانتوا عارفين هتعملوا ايه، ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو ما اشتركتوش في القناه انزلوا اشتركوا في القناه، ما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت وتستنوا الحلقات الجايه، بصوا على الوصف. بس كده يا سيدي.